أشهر قصص الحب في السينما المصرية، فيلم ابن الشعب سنة 1934. سراج منير، ميمي شكيب، ماري منيب، بشارة وكيم. قصة وسيناريو وحوار وإخراج وإنتاج موريس أبتكمان. الفيلم ده اتعرف فيه سراج منير على ميمي شكيب اللي كان أول فيلم ليها في السينما، وبدأت ما بينهم قصة حب كانت من أشهر قصص الحب في السينما المصرية. لكن أسرة سراج منير اعترضت، افترقوا، وبعد سنين الاتنين انضموا لفرقة نجيب الريحاني المسرحية، وتلاقوا واتجددت قصة حبهم، والريحاني اتدخل عند الأسرتين عشان يقنعهم بالجوازة، وفعلا اتجوزوا. قصة الفيلم: شاب من أسرة فقيرة بيكبر وبيبقى محامي وفي مركز مرموق، وبيبقى ناقم على أبوه وأمه وبيستعر منهم. بيتقدم لبنت من طبقة أرستقراطية وبيضحك على أهلها وبيدعي إنه من طبقة عالية، وبيقول لهم إن أبوه مات. أبوه بيعرف اللي عمله وبيتصدم في ابنه وبيجيله أزمة قلبية وبيموت. الشاب بيبعت جواب لخطيبته بيعترف لها فيه بالحقيقة وبيقول لها أصله. الجواب بيقع في إيد ابن عمها، وبيقرر يستغل إنه عرف الكلام ده وبيقرر ينتقم منه. سراج منير مواليد سنة 1904، له أخين مخرجين سينما، حسن عبد الوهاب وفاطين عبد الوهاب. درس في مدرسة الخديوية، ولما خلص ثانوية سافر ألمانيا يدرس طب، وهناك اتعرف على مخرج ألماني في أحد النوادي شغله في السينما في ألمانيا مقابل مرتب ثابت. لف استوديوهات برلين يعرض موهبته لحد ما قدر يشتغل في بعض الأفلام الصامتة. ساب الطب ودرس سينما، وهناك قابل المخرج محمد كريم ودرسوا مع بعض الإخراج السينمائي. قعد سنة في برلين وراح ميونخ اللي فيها أكبر مسرح في ألمانيا. رجع مصر قبل أسابيع من بداية الحرب العالمية الثانية، انضم لفرقة رمسيس وبعدين الفرقة القومية، واختاروا صديقه المخرج محمد كريم لما رجع مصر يحقق حلمه في إخراج أول فيلم ليه طويل، فيلم زينب الصامت سنة 1930، وعمل فيه دور البطولة قدام بهيجة حافظ. وكان تاني فيلم لسراج منير برضه مع المخرج محمد كريم كان فيلم أولاد الزوات، أول فيلم ناطق سنة 32. وتالت فيلم كان فيلمنا ابن الشعب اللي اتعرف فيه على ميمي شكيب. اشتغل في مجال التمثيل والإنتاج لحد ما سراج منير توفاه الله سنة 57، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. تابعونا.